اللي قادرة على التحدي وهي قدرت تخلي الستات كلها تفتح النيش يا جماعة. انها نادية السيد. الجاتو شاتو في الفنجان. فتحنا النيش وطلعنا الفراجين وعملنا احلى جاتو شاتو في الفنجان. طريقة سهلة وجميلة ومن غير فرن وطعمها خطير. ويلا بينا نشوف عملنا الجمال ده ازاي. اول حاجة هجيب الخلاط كوباية من السكر، كوباية من الحليب، كوباية من الزيت، ونص كوباية من الكاكاو الخام. كاكاو خام يعني معلوش اي سكر ولا اي حاجة. هقلبهم مع بعض وفي الخلاط وهنديهم ضربة حلوة. وبعد كده اول ما يتخلطوا معايا كويس هتلاقي القوام بتاعه تقل كده. هاخد منه كوباية واركنها على جنب واقول لكم دلوقتي هنستخدمها في ايه. نركن ده كده على جنب عشان هنحطه على الكيك لما يخرج من الفرن كده يبقى الصوص كده الحلو نحط عليه. بعد كده هضيف بيضتين في الخلاط ونضيف عليهم فانيليا ونضربهم كويس جدا لغاية لما يختلطوا معايا كويس. هقلب كده تقليبة عشان لو في اي حاجة في الجوانب واديهم ضربة كده حلوة في الخلاط. وبعد كده هيبقوا جاهزين معايا وكده خلصنا المكونات السايلة. بعد كده هجيب بقى البولة واضيف فيه الخليط بتاعنا واضيف عليهم كوباية واحدة من الدقيق وعليها معلقة صغيرة من البيكنج باودر او الكيك شيف واقلبهم مع بعض كويس جدا لغاية لما يختلطوا مع بعض. لو لقيتي القوام بتاعه تقل شوية هتزودي معلقتين من الحليب. لو لقيتيه مظبوط يبقى كده تمام. خفيف شوية هتضيفي معلقة من الدقيق يعني تظبطي الكيك بتاعك. بس كده انا حسيت ان هو تقيل شويه رحت مزوده معلقتين كده من الحليب. بعد كده جبت بقى المجات بتاعتنا من النيش وظبطتها ودهنتها كده بالزيت عشان طبعا الكيك ما يلزقش فيه المج. وجبت بقى الحله اللي هسوي فيها يستحسن يكون حله بلاش صينيه عشان لما الكيك يرتفع تبقى الكيك شكله حلو كده. هننزل كده بخليط الكيك بقى في المج بتاعنا كده وهحط الكميه بتاعتي تبقى تلتين المج يعني ازيد من الربع شوية عشان لما تستوي الكيك هيعلى. بس كده هنعبي بقى المجات بتاعتنا كلها. عمل معايا حوالي 6 مجات. بعد كده هجيب مية سخنة بتغلي واضيفها في الحلة حوالي نص الفنجان كده. وبعد كده اروح واخده بقى الغطا بتاع الحله وهحط فوطه كده واربطها عشان طبعا لما نيجي نسوي الكيك الميه هتغلي تطلع بخار ف الفوطه تشربه عشان ما يعملش على الكيك. وبس كده هسويها حوالي ربع ساعه في الحله كده على البوتاجاز من فوق. واول لما تستوي كده واختبرها بالستيكس والاقيها استوت خلاص كده نطفي عليها ونطلعها بعد كده ونقدمها مع بعض. شايفين بقى الكيك وجماله شكله حلو ومستوي وكمان على البوتاجاز من فوق. تعالوا بقى نقدمه مع بعض بقى ونحط عليه صوص الشوكولاته اللي احنا عملناه وسيبناه في الاول. هندهنه كده على الوش كده وانزلي كده بكميه حلوه من صوص الشوكولاته. وزيني بقى المجات بتاعتك بقى حسب ما انت عايزه وحطي عليها اي تزيين انت حباه. وبجد اختراع حلو وجامد ان نستخدم المجات اللي احنا على طول راكنينها في النيش كده ونستعملهاش. شكلها حلو في التقديم وكمان استفدنا بيها لان احنا راكنينها وما بنعملش بيها اي حاجه. والكيك كده سهل وجميل وكمان على البوتاجاز من فوق ما خدش معانا وقت. هي ربع ساعه كان الكيك كان خلصان كده معايا. تعالوا بقى ندوق العظمه دي. عايزه اقولك طعمها عامل زي المولتن كيك كمان غرقتها كده شويه بالشوكولاته او بصوص الشوكولاته اللي احنا كنا مجهزينه فبقت غرقانه شوكولاته. فطعمها كان تحفه جدا وجميله قوي كمان وهي سخنه بالاخص. طعمها جميل وعامل زي المولتن كيك كده بجد حلوه وجربوها. وطلعوا بقى المجات من النيش وكفايه بقى قفله. وشابو نادية السيد. وما تنسوش بقى لايك وفولو وشير. كنت مع مطبخ لينا. باي باي.